مش راضي يقتنع. يا جماعه ما تفهمونيش غلط، انا شايف يعني اننا ما ينفعش نكتب الكتاب وساره وعبد الرحيم لسه متطلقين، ولا ايه؟ انت مالك اذا كان البني ادمه ذاتها موافقه، ولا انت بتتحجج بقى ولا ايه؟ شايف اختك يا شريف؟ شايف اختك بتقول ايه؟ انا شايف ومستغرب جدا، مالك مدلوقه قوي كده؟ سبحان مغير الاحوال. اسمعني يا طيع، ساره انا استاذنتها خلاص وهي ما عندهاش اي مشكله وموافقه على كل حاجه. وفي حاجه تانية عايز اقول لك عليها بقى، لما تدخل العيله بقى هتفهم الموضوع ده. ساره وعبد الرحيم بيسيبوا بعض ويرجعوا وبيسيبوا بعض وبيرجعوا، مش بعيد ابدا نبص نلاقي بعد شويه تليفون انا رديتها لعصمتي وكله يبقى تمام. سمعت؟ خلصنا ولا ايه؟ خلاص اللي تشوفوه، انتوا عيله واضرب بعضيكم. يا ساتر اخيرا. بص بقى يا شريف، عايزاك ترشح لي كده قاعه تكون حلوه وفخمه عشان اعمل فيها الفرح. طيب وليه قاعه وليه قاعه؟ امال عايزني اكتب الكتاب فين يا احمد؟ يعني انا شايف اننا نكتب الكتاب مثلا في بيت جيجا وبعدين نخرج نسهر في اي مكان. لا انا عايزه احس ان انا عروسه. لو انت مش عايز تعمل فرح مش مشكله، ادفع انا. لا ستوب، لحد هنا وستوب. عايزه فرح هعمل لك فرح، انما بقى هتقولي لي ادفع انا ومصاريف والكلام ده بالنسبه لي خط احمر. معلش انا شايف لو كنت عليت صوتي. لا بالعكس، مش قوي قوي قوي. حددوا بقى ميعاد كتب الكتاب، خلصوني عشان في اصحاب ليا مستنيني بيعيطوا. بص انا بسمع دايما يعني ان اصحابي بيقولوا ان الخميس بيبقى حلو. ما نخليها الجمعه احسن والسبت هيبقى اجازه. طيب ما احنا ممكن نبات الخميس ويطلع علينا الجمعه. لا يا حبيبي انا عايزه اعمله بالنهار، فساعتها ممكن نعمله الجمعه، فاهم قصدي؟ ويبقى برضو تاني يوم عندنا اجازه والناس كلها تبقى اجازه. يعني هم اجازه اصلا الجمعه مأجزين من الخميس، وبعدين يأجزوا الجمعه يجوا لنا بالنهار، وبعدين يأجزوا تاني يوم عادي. ايوه بس انا مش مستريح للخميس. مش مستريح للجمعه. انا قلت الجمعه، انت عايز الخميس؟ الجمعه بالنهار. خلاص الجمعه. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. زواج مبارك إن شاء الله. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. يبارك فيك يا حبيبتي. بركة، فرحتيني قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا ماما، ربنا يخليكي ليا. مبروك يا عريس. الله يبارك في حضرتك. خدوا بالكم من نفسكم، ها؟ مش هوصيكم. في عناية ان شاء الله. مبروك يا حنان يا بنتي، مبروك يا طايا يا ابني. الله يبارك في حضرتك.